السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. النهاردة مع درسنا من كتاب قطر الندى في اللغة العربية، درس قصته في منزلي فراشة. في منزلي فراشة، الدرس ده أنا شرحته من كتاب قطر الندى والأضواء العام الماضي على الفيديو موجود على القناة. هسيب لكم اللينك في أول تعليق مثبت أو في صندوق الوصف إن شاء الله. النهارده هنحل الأنشطة بتاعة الدرس يا سنة تالتة. كل اللي مطلوب مني من الدرس اللي بعد ما اسمع شرح الدرس كويس واقرأه قراءة صحيحة، أو ولي أمر الطفل لازم يقرأه قراءة صحيحة. الدرس بسيط وسهل جدا ومشوق كمان، يعني قصة مشوقة. بعد كده هنحفظ المعاني يا سنة تالتة. صفحة المعاني لازم تتحفظ، تمام؟ والأسئلة عندك تحليل النص في سؤال وجواب. الأسئلة لو ولي أمر وسأل بعد لما الطفل يفهم الدرس كويس ويقرأه، بعد لما هيسألوا الأسئلة هيجاوب عليها من خلال فهمه، ما ينفعش يحفظ الأول، تمام؟ أهم حاجة الصفحة، الكلمة ومعناها والمفرد والجمع والكلمة ومضادها. هنبدأ بقى بسم الله ونحل الأنشطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو. اللي اول مره يشوف قناتي وعجبته القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناه. ونبدا بسم الله. نشاط 1، اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. ذهبت هنا الى جدها في فصل الشتاء ولا الربيع ولا الصيف؟ فصل الربيع. رأت هنا ايه الوانها جذابه؟ لا، رأت فراشة. أعطى الجد هنا ايه هدية؟ فراشة ولا كرة ولا دودة قز؟ لا طبعا دودة قز. تأكل دودة القز ورق التوت. ذهبت هنا إلى جدها في ايه؟ في الصحراء ولا الريف ولا المدينة؟ طبعا في الريف. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أحضرت الأم لهنا دودة قز؟ طبعا خطأ، أمال مين جدها؟ خرجت فراشة من الشرنقة؟ صح. سألت هند الجد كيف اهتم بالدودة بهذه الدودة؟ طبعا خطأ، سألت الأم. عندما يفقس بيض الفراشة تخرج منه فراشات جديدة؟ طبعا خطأ، تخرج منه دودة. تتحول دودة القز إلى فراشة خلال يومين؟ خطأ، خلال أسبوعين، للي هيسمع الدرس طبعا. صل كل عبارة مما يلي بما يناسبها. نسجت الدودة حول نفسها ايه؟ شرنقة من خيوط الحرير. تستخدم الشرنقة في ايه؟ في صناعة الحرير. تبيض الفراشة بيضا يخرج منه دود. علمت هنا دورة حياة دودة القز. بعد مرور أسبوعين وجدت هنا ثقبا في الشرنقة. تمام كده. نشاط رقم 4، اكتب امام كل جمله المعنى المناسب للكلمه الملونه. عندنا كلمات، وطبعا اللي يحفظ المعاني الاول وبعدين يحل انشطه الدرس هيعرف يحلها من غير ما يرجع للفيديو. عندي السير مناسبه، جذبت، الحفاظ عليها، جميله، فتحات ضيقه. ألف، أحضرت لي أمي قطة هدية فقمت بمراعاتها. يعني ايه كلمة مراعاتها؟ الحفاظ عليها معناها. اخترت نظارة ملائمة لي، يعني كلمة ملائمة مناسبة. أثارت الأهرامات اهتمام السياح، معنى كلمة أثارت جذبت. أحب التجول في البساتين، معنى كلمة أحب معنى كلمة التجول السير. اشتريت ثوبا ألوانه جذابة، معنى كلمة جذابة جميلة. يحتوي الإسفنج على ثقوب كثيرة، يعني فتحات ضيقة. نشاط 5، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. لاحظ الجد اهتمام هنا بالإيه؟ بالفراشات. وضع الجد دودة القز في صندوق مصنوع من الكرتون. بعد أسبوعين خرجت فراشة تطير من الشرنقة التي نسجتها دودة القز. تبيض الفراشة بيضا يخرج منه دودة أو دود. تعلمنا من النص دورة حياة دودة القز، وده اللي هتتعلموه يا سنة تالتة لما تسمعوا الدرس أو تقرأوا الدرس. ضع الكلمات الآتية في المكان المناسب. معنى ثقوب، جذابة، مراعاة، ملائمة، يتجول. عالم البحار مليء بالعجائب يوجد به أسماك ألوانها جذابة. كما نستخرج من أعماق البحار الإسفنج الذي يحتوي على إيه؟ ثقوب كثيرة. وفي البحار يتجول الغواصون أسفل الماء ليلتقطوا صورا جميلة للأسماك، ولهذا تجب علينا مراعاة نظافة مياه البحار حتى تعيش الأسماك في بيئة مناسبة لها. ده كان نشاط رقم 6. نشاط رقم 7،
الفهم القرائي. اقرأ الفقرة التالية ثم استخرج منها ما يلي. قالت الأم: تنسج الدودة هذه الشرنقة حول نفسها، وعليك يا هنا أن تستمري في مراقبتها داخل الصندوق. بعد مرور أسبوعين وجدت هنا الشرنقة بها ثقب صغير وفراشة تطير في الصندوق، فصاحت: يا أمي يا أمي انظري ماذا حدث للشرنقة، لقد خرجت منها فراشة. استخرج من الفكرة ايه بقى؟ مثنى. المثنى هنا ايه؟ أسبوعين. أسبوعين. أداة نداء يا أمي، أداة نداء. اسم إشارة هذه. فعلا مضارعا تنسج. ولازم لو ولي أمر بيسمعني لازم الطفل يعرف الأساليب والتراكيب دي ويستخرجها، يعني ما يحلش على طول ورايا او نقول له الحل على طول او ننقل له الحل، الا ده هيفضل يستمر معاه باقي المراحل الجايه ان شاء الله في اللغه العربيه. اهم حاجه الاساليب والتراكيب. مش عارف اداه نداء ايه؟ الفيديوهات موجوده على القناه، يسمع ويفهم. اسماء الاشاره نعيدها له تاني. المثنى، الحاجات دي كلها لازم يكون عارفها، مش حاجه خدناها في السنه اللي فاتت وخلاص وننساها، او السنه دي وننساها. مضاد فقدت وجدت. فعل امر انظري. مفرد الشرنقة. معنى ملاحظتها مراقبتها. ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. نسجت الفراشة حول نفسها قطعة من القماش. طبعا إجابة خاطئة. نسجت إيه؟ شرنقة. قامت هنا بمراقبة الدودة داخل القفص. طبعا خطأ، بمراقبتها داخل الصندوق. ماذا حدث للشرنقة بعد مرور أسبوعين؟ ثقب صغير وخرجت منها فراشة تطير. اكتب مراحل نمو الفراشة